متطلبات ليست مستحيلة، لكنها أصبحت عصية على أغلب مفاصل الرياضة في العراق، ولعل لعبة الرمي واحدة من الألعاب التي وصلت خط الفقر، فالقائمون عليها يناشدون بتوفير أبسط مستلزمات النجاح. الطالب اللجنة الأولمبية والطالب الاتحاد بمعسكرات، لأن المعسكرات مهمة للتطوير. يعني عندنا حسين أبو المطرقة، حسين ثامر أحد أبطال آسيا، يعني ثاني على آسيا للشباب. أنا أتعهد لهم إلى أن يكون معسكرات حقيقية، قاعات حديد يوفروننا، حتى لو كان في بغداد يوفروننا هاي. فأنا أتعهد لهم بإنجاز أفضل الإنجازات أن يسوي هذا البطل حسين ثامر بالنسبة على آسيا. لاعبون ورياضيون يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية التي غابت عنهم منذ أكثر من 10 أشهر، وبرغم ذلك فإنهم يواصلون نشاطهم ويصارعون الموت المالي البطيء كي يحافظوا على أسمائهم من الاندثار. لحد الآن احنا ما مستلمين راتب، صار لنا تقريبا 10 أشهر، يعني من بدأت شو اسمه الموسم، يعني لحد الآن احنا ما مستلمين أي راتب. يعني هاي تفرق علينا قاعة حديد، احنا يعني رمي نحتاج قاعة حديد، لحد الآن احنا قاعة حديد ماكو، رح نتدرب بالكرادة. ضعف الدعم المادي وغياب الوسائل التدريبية المتطورة والمعسكرات التحضيرية سببا رئيسا وراء تراجع المستوى الأدائي للاعبين. لقناة المدى الفضائية، محمد الخفاجي، بغداد.